نصيحة 15 للكتاب. عزيزي الكاتب، اكتب شخصية شخصياتك عشان الشخصيات ما تسيحش على بعض. لا دي مش طلاسم، خليني احكي لك. كل واحد فينا ليه شخصية مختلفة، صح؟ على حسب شخصيتك غالبا بيكون رد فعلك نفس الحاجة بتكون موجودة في الرواية. يعني مثلا خلينا نقول دلوقتي ان سما استثمرت فلوسها في شركة من الشركات بس اتنصب عليها واتسرقت. حلو. عندها مثلا صحابها هم 5، كل واحدة فيهم ليها شخصية مختلفة. واحدة فيهم ليها شخصية عصبية. رد فعلها لما هتسمع ده الكلام ده من سما هتقول لها مثلا خلاص انا هروح اخد لك حقك، وهتقوم واقفة. واحدة تانية هيكون رد فعلها ساخر، هتقول لها كانت فاكرة نفسها هتبقى بليونيرة الا لما تيجي لما تستثمر في شركة زي دي هيتنصب عليها. واحدة تالتة هتكون رد فعلها مرح. واحدة رابعة مثلا هيكون رد فعلها بارد، مش تعمل أي حاجة أساسا. الأخيرة هيكون مثلا رد فعلها هادي ومنطقي، هتقول لها طب خلاص تعالي نشوف احنا ممكن نعمل ايه. احنا ممكن مثلا ان احنا نعمل قضية عليهم بحيث ان احنا ايه نحاول ناخد حقنا. شخصية رواياتك المفروض ان كل واحدة فيهم برضو بيكون ليها على الأقل رد فعل مختلف. طيب هتقولي ممكن يكون في تشابه، التشابه ما فيهوش مشكلة بس ما يكونش فيها تطابق. لان لو فيها تطابق كده انت عندك شخصيتين شخصياتهم زي بعض بالظبط، كده انت محتاج تعدل فيها شوية. طيب احسن حاجة ان هي يكون فيها دايما اختلاف بحيث ان القارئ يعرف يميزهم اصلا. يعني لو مش كاتب مين اللي بيقول الكلام ده هو لوحده ممكن ان هو يعرف اللي بيتكلم ده مين من مجرد رد الفعل. طيب انا عندي ليك بقى تو تيبس. الاولانيه هي ان انت تعمل لنفسك فهرس يعني وانت بتكتب الروايه بتاعتك اعمل لنفسك فهرس لشخصيه الشخصيات بتاعتك دي انت بس اللي بتشوفها، القارئ بتاعك ما بيشوفهاش. تمام؟ لان انت كده لو هو شافها هتحرق عليه الشخصيه دي. هو القارئ اصلا بيستمتع بان هو لما بيبدا يتعرف لوحده على الشخصيات بتاعتك، انما انت كده هتكون حرقتها عليه خلاص، هو كده متوقع ردة الفعل بتاعت الشخصيه الفلانيه هتعمل ايه اصلا. طيب التب التانية هي اكسر القاعده. معنى ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا عندي شخصيه عصبيه، تمام؟ كل موقف تحصل فيه اول حاجه بتعملها ان هي مثلا بتضرب اللي قدامها. حلو. حصل الموقف الاول حصل فيه نفس الحاجه، الموقف التاني حصل فيه نفس الحاجه، الموقف التالت حصل فيه نفس الحاجه، الموقف الرابع ما حصلش. ادتني ردة فعل غريب قوي ان هي مثلا ردت بهدوء انا ما كنتش متوقعه. ده هيشد انتباه القارئ بتاعك. وده فعلا حصل مع شخصيه اكرم من من سلسله ملف المستقبل لدكتور نبيل فاروق الله يرحمه. دي لوحدها كانت كافية ان هي تخليني انا كقارئ يتشد انتباهي لدرجة ان انا اكون مستغربة جدا ليه ده حصل. بالتالي بعد ما هي كانت مثلا الموقف اللي قبليها كان انا زهقانة منه شوية، لا انا دلوقتي يتشد انتباهي وبقيت عايزة اعرف ايه اللي هيحصل لان ردة الفعل بتاعته غريبة جدا وغير متوقعة.